مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية للجميع يا رب. اليوم مثل ما قرأت بعنوان الفيديو راح اروح عن الاهلي، والاشياء راح اراويكم الاشياء اللي اخذها وياي واللي استخدمها يعني استخدام يومي. فشنو راح اخذ وياي؟ اول شي راح اخذ المعطرات اللي استخدمها. راح اخذ معطر لي ومعطر للجهاز يعني. وشنو المشط، لازم المشط ويانا. هذين الاشياء اللي راح اخذها واخليهن انا بهاي الاكياس على مود شنو ما يصير انهوسه بالجنطه. من نريد حاجه مباشره نجي نفتح الكيس ونطلعهن. نفس الشيء انا اجيب كيس ثاني وراح اخلي الاشياء اللي استخدمها كمرطبات، اشياء يعني استخدمها. استخدم انا هذا المرطب البيبانثين، هذا بناتي يجنن للبشره، خاصه للبشره الحساسه. هذا فشي كلش زين خاصة بفصل الصيف. هسه البشرة تصير جافة وتتقشر، هذا ما استغنى عنه. عندي هسه اثنين من عنده، راح اخذ واحد وواحد هنا راح اخليه. بعد شنو راح اخذ؟ الفترة الجاية استخدم هاي المقشرات الاكريتين والهاي، واستخدامهن لازم باستشارة الطبيب، مو وياه يعني كان يجي يستخدمهن، لان اذا استخدمتوهن غلط ينطي نتائج عكسية. فجاي استخدمهن هاي الفترة انا. وهاي المسكارا والقلم الكحل. المرطبات راح اخذ الي وللبنات، هذا المرطب مال البنات، مرطب الشفايف هذا، وهذا المرطب والمورد اللي استخدمه اني يوميا، هذا كلش حلو. وهاي المرطب والمورد هذا نفس الشيء. الواقي الشمس هذا، شوفوا هنا شلون متدمر كله كحل. هذا بنات يجنن للبشرة، خاصة للبشرة الحساسة. أنا بما أنه يعني بشرتي حساسة، فالمواد اللي أستخدمها كلها خاصة بالبشرة الحساسة. هذا واقي شمس يجنن، يرطب بنفس الوقت، مرطب وواقي شمس. وهذا الفونديشن التي تي اكس اخذه للاحتياط، خاصة يعني مناسبة هاي استخدمها، لان انا من اطلع ابدا ما اخلي اي مكياج، قطرة مكياج ما اخلي، بس مرطبات وواقي شمس بس اخذه هيك احتياط. وهاي الاشياء اللي راح اخذها وياي. وشوفوا هنا أنا كبرت جنطتي، تدرون اللي يروح البيت اهله يمشي له بجنطة يجيب 4 جنط 5 منو مثلي، امشي لي بجنطة اجي لي ب4 جنط، ما اعرف تتكاثر هناك الغراض، فراح اخذهن هذني وياي. وهنا أنا اجيت اسوي تنظيفات بسيطة، لان انا تدرون بي راح اروح اعتقد يومين او 3 ايام اظلن، فلازم انظف البيت على من اجي القاه نظيف، ما اجي تعبانة والقى البيت منه هوسة، لا انظفه كله وكل شي يرجع لمكانه، يلا اروح انا من البيت. فهنا أنا بديت انظف. انا مسحت يعني الاخشاب كلها امسحها يوميا على مود ما يتراكم عندي التراب. بس هيك يعني بهاي الفرشة بنات هاي تجنن يعني للمسح الاتربة، كلش حلوة وناعمة. استخدمها انا للتخم واستخدمها الميز البلازما، كلش حلوة وخاصة على التخم. هيجي جميع شي طايح تراب شوشني كله يعني يروح نهائيا. استخدمها وكلش حلوة وناعمة على القماش. قبل يومين أنا سويت التخم كله بالمكناسة الكهربائية، هاي الأطراف دايرة ما دايرة. هاي الكشنات اللي يصير يدخل بيها أتربة، مثلا حاجة طايحة، حتات مال خبز أو حلويات ياكلون الجهال، فدائما يعني ألقى أشياء أسويها بالمكناسة الكهربائية. فهسه ما يحتاج، سويتها بس هيجي بهاي العفو الفرشة، وصار كل شي نظيف. بقت بس الأرضية راح أكنسها بالمكناسة الكهربائية وتخلص عندي الصالة. وهسه بقى عندي بس ميز الطعام واكمل الصالة.
هسه راح أروحن وين؟ راح أروحن أرشن النباتات قبل لا أروحن، هن كل أسبوع مثل ما قلت لكم، بس هذا الرش والترطيب لازم يوميا. فأنا وصيت أبو عموري قلت له يوميا أنت تعال ورش النباتات ورطبهن، وهم تشغل لهن شوية السبلت على مود البيت ما يبقى حار ويموت. أنا عندي نفس من ريحة الكربل، تذكرون من ريحة في الأربعينية جيت لقيت الزرع كله ميت وانقهرت، فقلت له لازم تبقى تداريهن يعني وما يموتن عندي. فالحمد لله والشكر اجيت كل شي ما بيهن، يعني مشغللهن السبليت والجو حلو، يعني جو البيت بارد ومناسبهن. فشوفوا هسه هنا أنا شنو رشيتهن كلهن بهاي المرشة اللي عندي، ورطبت اوراقهن وسقيتهن. يعني عمود من اجي اني هن يعني راويات ومنتعشات. وهواي بنات سألتوني على هاي الدعسوقة أو شي يصحولها، فهاي بنات تلقوها بالمكاتب بالأسواق، هذول اللي يبيعون حاجة أليف بكل مكان تلقوها. هواي سألتوني عليها، فأنا أخذتها من مكتبة أهل البيت هنا عندنا بالديوانية بالعروبة. بس هي تلقوها بهواي مجمعات ينشرون عنها بالسوق بكل مكان. وشوفوا ما شاء الله هاي النبتة شلون طلعت ورقة جديدة، وشوفوا بس شوفوا لي حجمها وشكلها. ويقولون ليش تحبين النباتات وتجيبين هواي بالبيت؟ شوفوا الجمال من واحد يباوعلها هيجي يحس بطاقة. هسه كملت عندي النباتات كلها رشيتها وما بقيت حتى بالمطبخ اللي عندي اللي على الدرج كلهن يعني رطبتهن وصار كل شي مرتب. راحة نفسية من اروحن مطمئنة. وراح اروح نسوي اسرع غدا، هذا من مستعجلة من هاي اسوي الغدا، وجهالي يحبوه وكل احنا نحبه. وهنا أنا راح أسوي غدا سريع. عندي هنا حمست اللحم، عندي لحم مفروم حمسته هو ويا بصل وخليت وياه فلفل أحمر وملح وشوي ونكركم. وهنا أنا ثرامت اللهانة، عندي لهانة صغيرونة فثرامتها هيجي شراح. راح أسوي 8 لهانة كلش نحبه وكلش طيب، وشنو غدا سريع. هسه ذبلت عندي اللهانة حمستها حمس كل زين. راح اضيفن المعجون لان هي تصير تمن احمر وياها. وطبخت التمن اني اسوي بازل. هواي بنات يسألوني عامر شلون التمن مستوي ما مستوي تحطي فوقها؟ لا بنات اطبخه بازل اني، بعدين اخلي هاي الحشوة بنص التمن وهدره. من يكمل عندي يعني اقلبه يصير تمن احمر وبيه هاي الحشوة. واهم شي انه مو بصرة، تنطيها حموضة وطعم كلش طيب. شوف الريحة طلعت تجنن. وهذا كمل غدانة، وحضرت وياه الروبة زلاطة، هي هاي التنوكل وياه. ما تضيفون اي اكلة بعد وياه، هو هذا يكفي ويوفي وكلش طيب. وحتى يعني هواي ناس تعلمته وقالوا معامر جربناه وكلش طيب. فهسه هنا أنا وين راح اروح اكمل الغدا واغسل المواعين مال الغدا وننطلق للنجف. فهناك راح اصور لكم مهمات وين رحت وين جيت، وما طلعت هواي لان عندي هواي شغل قضيته بالنجف. هاي الروحة مو منسى شغل عندي.
أعتقد راح أخذ وحدة. هاي الألوان. هذا اللي ماخذه من عنده، هذا اللي أخذت من عنده. شو ما هذا الثاني بس هذا واحد اثنين ثلاثة لا واحد ربع 500. فان طلع الشهر. ناخذ من هذا. مسلم